او في الاهلي تمام، يكون دارس بقى الانديه. الراجل ده سافر، عارف النهارده لو الرقم ده صحيح 11 مليون باوند، عارف نادي المقاولين دخل له كام؟ 25 مليون جنيه. لان عنده 25% من السكند ترانسفير. مظبوط. 25 مليون جنيه. ليه ما بتسيبوش اللعيبه تسافر؟ انا مش فاهم. ليه؟ عشان خاطر ايه؟ انا يعني ميدو، هو ده يبقى اخر 25% من التحويله الثانيه لمحمد صلاح، ولا يفضل دايما نادي المقاولين؟ لا. الاول زمان كان في حاجه اسمها حق رعايه، ده اتلغى خلاص. حق رعايه ده اللي هو الزمالك كسب منه ملايين من ورايا، ده اللي هو كل ما اروح حته هو ياخد فلوس، ده انت. انما النهارده انت الولد اللعيب الصغير بتطلعه يسافر بفلوس قليله، بس يكون الشروط الفنيه موجوده في المكان اللي هو مكان هيلعب فيه، مكان عنده اوبورتيونيتي فيه، دوري سهل، فرقه بتلعب في اوروبا زي بازل. كل الكلام ده ساعد محمد صلاح ان هو ينتقل الحته دي، الحته غير الخطوه الثانيه، وانا استفيد. كل الانديه في افريقيا بتعمل كده سيف، وفي المغرب وفي تونس والناس اللي سبقتنا في الكوره ليه؟ عشان كده تستغرب جدا تلاقي لعيب ما بيلعبش اساسي في فرقته، ما بيلعبش اساسي في فرقته خالص، وتجيب له عرض رسمي والنادي يقول لك لا انا عايز 2 مليون يورو. طب ليه؟ بتستفيدوا؟ بتضيعوا حلم الولد ليه؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، انتوا بتستفيدوا ايه؟ يعني ليه؟ يعني دايما ببص للمسؤولين، الناس اللي هي بتبقى اللي شغالين يعني في الادارات وكده، يعني لو هو كان مكان الولد ده كان هيبقى ايه احساسه؟ ولد شايف حلم ان هو ممكن يسافر ويبقى لعيب في اوروبا وبتاع، وانت بتوقف له حلمه اللي هي ايه؟ عشان خلاص يعني انا محتاجه كمالة عدد. وفعلا كمالة عدد، او محتاجه بعد سنتين. طب ودي اعاره ورجعه تاني وخليه ياخد التجربه. قصه يا سيف، قصه عندنا في الانديه صعبه جدا، وبتلف الايام وتدور يا سيف. بص، بتلف الايام وتدور، الكلام ده احنا بنهاتي فيه بقى لنا سنين. بتلف الايام وتدور ان الكره المصريه مش تاخد خطوه لقدام، طبعا غير بالمحترفين. طبعا والناس بتحاول، في ناس كتير جت اشتغلت في مصر حاولت تثبت عكس كده، ان لو عندنا دوري محلي قوي ومش عارف ايه. لا، لما بتيجي تلعب قدام فرقه فيها 25 لاعب محترف بيلعبوا في الميلان والانتر واليوفي، بتشيل 6 من الاخر. طب انت دايما دي وجهه نظرك، انت النهارده في موقع صعب. ممكن النهارده يخش لك ولد واثنين وثلاثه يقولوا لك احنا كابتن مقتنعين بوجهه نظر دي، احنا عايزين يطلع. عندك محمد ابراهيم، عندك عمر جابر، يعني عندك كذا لعيب. الولاد دول جم اتكلموا معايا وقلت لهم اي حد يجي له عرض احتراف وعايز يسافر يجيب لنا العرض وهندرسه في مجلس اداره ويسافر وهنستفيد منه. بس ادونا 6 شهور فرصه نحضر بديل. ليه؟ لان انا عندي مشكله، انا في نادي الزمالك عندي مشكله ان الحته اللي تحت الروتس اللي اتكلمنا فيها عندي فيها مشكله، فادوني فرصه ان انا احضر بدايل واتكلوا على الله. سافر من اول الصيف الجاي، سافر، ما عنديش مشكله. ارجع بقى للجهاز الفني تاني.